بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد المصري وحيا الله بالجميع. أخي محمد، تقول اليوم حدث نقاش بينك وبين مجموعة من الإخوة حول موضوع التغذية أثناء موسم السدر. تقول البعض يقول نحن نغذي حتى النحل يجمع العسل، أو نحن نغذي حتى يقوم النحل بالتخزين، نحن نغذي حتى يستهلكها النحل ولا يستهلك من عسل السدر. نقول يا أخي، التربية في النحل لها ضوابط ولها أساليب علمية معرفية صحيحة. لا يجوز الخلط بين الخطأ والصواب. أنت تربي النحل وأنا أربي النحل من أجل ماذا؟ هل بكل بساطة هل من أجل التغذية أن تغذيه، أم من أجل أن تحصل منه على عسل طبيعي؟ بكل تأكيد أنا أربي النحل من أجل أن أحصل منه على عسل طبيعي. أنا أستخدمه وأولادي يستخدموه وأصحابي وأقاربي، وأبيع منه وأستفيد منه، أنه يكون في شفاء للناس كما ورد في كتاب الله الكريم القرآن الكريم: شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فبالتالي أخي محمد، إذا قمت بالتغذية، نعود إلى التغذية. التغذية لها ضوابط وكميات وأهداف ومواقيت. متى أغذي، ولماذا أغذي، وكم الكمية التي أغذي بها؟ أغذي وقت الشح، أغذي وقت بداية الانطلاقة الربيعية لتحفيز النحل، أغذي لإعداد المناحل في فترة الخريف لدخول الشتاء. أما إذا في فترة الفيض، في فترة الموسم، في فترة تجميع الرحيق، في فترة تجميع العسل، يمنع منعا باتا التغذية حتى لا يكون هناك خلط بين المحلول السكري والرحيق. النحل لا يفرق بين الرحيق والمحلول السكري. حتى من يقول النحل يتغذى على المحلول السكري ويترك الرحيق، أقول له لا، وثم لا، وثم لا، وأقولها ومتأكد وأتحمل مسؤوليتها وعلى استعداد أناقش فيها. النحل لا يفضل المحلول السكري عن الرحيق في التغذية. طب ليش يا أبو أنس؟ الإجابة تكون بكل بساطة: الرحيق وغبار الطلع هو الغذاء الفطري الذي فطر الله عليه النحل، والإشارة التي أشار الله بها سبحانه وتعالى في آية النحل في التغذية: وكلي من كل الثمرات. فبالتالي النحل يفضل الرحيق عن المحلول السكري. هل تريد أن تقنعني النحل يجد أمامه رحيق يترك الرحيق ويأتي على المحلول السكري؟ مستحيل. أمامه عسل يترك العسل ويأتي على محلول سكري؟ مستحيل ولا يمكن. فبالتالي إخواني الأفاضل، لا يجوز الخلط أثناء المواسم. يفترض عند دخول الموسم نقوم بتصفية الخلايا، ولا نترك فيها إلا القليل لحاجة النحل لتوصيله إلى بر الأمان. يعني عندي أقراص، وجدت الخلايا فيها أقراص متبقيات تغذية ومخزونة داخل الخلية، أقوم بتصفيتها، فرزها، أو نقلها من خلايا الإنتاج إلى تقسيمات صغيرة تكون بحاجة لهذه التغذية. لكن أغذي وقت موسم، هذا خطأ، ليس صحيح أبدا أبدا، ليس مقبول. هنا هذا الغش، لأن النحل يخزن المحلول السكري والنحل يخزن الرحيق ويخزنهم معا في نفس القرص. لا يجعل مكان مخصص هنا للمحلول السكري ولا مكان مخصص للرحيق. ما يجد أمامه يقوم بتخزينه، فبالتالي كله يتخزن مع بعضه، فنجد أن نسبة السكروز تكون مرتفعة في العسل، وهذا يعتبر غير مقبول. إذا زادت نسبة السكروز أكثر من 5% حسب المتعارف عليه، يعتبر العسل مرفوض، أو يصنف درجة ثانية درجة ثالثة، لا يعتبر عسل طبيعي. فبالتالي حتى نحافظ على العسل، لا داعي للتغذية وقت موسم أبدا، لا تغذية وقت فيض أبدا. وفي نفس الوقت توفير على النحال. أنت ليش تروح تجيب سكر وتقوم بعمل محلول سكري وتشيل محلول سكري وتحط للنحل؟ عندك النحل دخل موسم وفي عنده رحيق طبيعي، ريح نفسك بعيد عن التغذية، اترك التغذية، اتركها، أجلها لوقت الشح أو لوقت احتياج النحل لها، أجلها لبعد الفرز. فلا مبرر ولا مجاملة في معلومة ولا مجاملة على حساب منتجات نحل العسل. لا تغذية وقت فيض، لا تغذية وقت فيض، لا تغذية وقت فيض، لا تغذية وقت موسم، أبدا أبدا مهما كان. لا يوجد أي مبرر لهذا الأمر، ولا يوجد أي أستاذ في العالم العربي ولا في الغربي يعطي مبرر لتغذية وقت فيض أو وقت موسم. طالما النحل دخل في فترة جني العسل،
توقف التغذية تماما. حتى الدول الأجنبية التي تغذي نحلها بالسكر المحول صارت تفرض فرض أن السكر المحول يوضع في لون معين ومعروف، حتى لو خزنوا النحل يقولون معروف بدون فحص مختبر هذا عسل تغذية. وضعوا مثلا على السكر المحول لون أحمر أو لون أصفر مش موجود في الغطاء النباتي، فعندما نرى أقراص بها هذا اللون خلاص نعرف أن هذه أقراص إيش؟ عسل تغذية. فبالتالي لا تغذية وقت فيض، لا تغذية وقت فيض، لا تغذية وقت فيض. حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع. حياك الله أخي محمد وحيا الله بالجميع. طبعا أخي محمد أنت سألت على موضوع توجيه الطوائف إلى العسل أو إلى موسم الفيض. قلت مثلا البعض قبل موسم الفيض بقليل هو يستمر في التغذية. متى يتم مثلا عمل حاجز على الملكة؟ هل ندخل الموسم مثلا لو كان عندي خلية طابقين وفيها حضنة مفتوحة وفيها حضنة مغلقة، كيفية توجيه هذه الخلية؟ هل الأفضل أن يكون بها نحل حاضن أو يكون بها حضنة مفتوحة أو حضنة مغلقة؟ شوف أخي محمد، دوما النحل يعمل بطريقة التوازن، وثبت علميا فعلا أن الخلية المتوازنة هي تكون أكثر إنتاجا، عكس ما يقول البعض. مثلا البعض يقول رفع الملكة من الخلية، البعض يقول حجز الملكة كذا حجز كذا. شوف أثبت العلم فعلا أن الخلية المتوازنة بكل أطيافها دون إجهاد هي المنتجة أكثر عسلا. كيف يعني؟ طيب يعني تكون الخلية فيها حضنة مفتوحة وتكون الخلية فيها حضنة مغلقة، لكن بنسب محدودة لا تتعدى إجهاد النحل على حساب تجميع العسل. يعني كما نفعل مثلا بطريقة دماري، نقوم بحجز الملكة في بيت التربية ورفع الأقراص الحضنة المغلقة في العاسلة قبل دخول موسم الفيض بأسبوعين. هذا كمان له تحديد، لأنه العمل في النحل هو عبارة عن مواقيت هامة وحسابات وقتية هامة. فبالتالي عندما أبدأ أرى في المزارع أو في الغطاء النباتي هناك تبرعم للأزهار وأصبحت الأزهار على وشك، قبلها أكون أنا وضعت الحاجز الملكي، حيزت الملكة في بيت التربية، رفعت كل أقراص الحاضنة المغلقة إلى الأعلى. خلال الأسبوعين تكون الحاضنة نافضت النحل الموجود فيها. في نفس الوقت أنا قللت عش الحضنة أو ضيقت على الملكة على أساس أنه ما يكونش عندي إجهاد للنحل باستهلاك كمية من الرحيق الوارد من الحقل. فعملت توازن، أعطي الملكة ما رفعتها، تركت الملكة في الخلية، وهذا يعطي استقرار دائم للطائفة ويعطي دافع لجلب الرحيق. أيضا تواجد الحضنة المفتوحة في الخلية هو يعطي دافع للنحل للسروح أكثر، وتواجد النحل الفتي أيضا هو يعطي دافع أكثر، لأن هناك رديف، هناك توازن، هناك من يحل محله. فخلية النحل المثلى هي التي تكون متوازنة بكل أطياف النحل الموجود فيها. لا ما بصير ان انا ارفع الملكه واترك النحل، ما بصير النحل. يعني مثلا لو اشتريت نحل مرزوم ودخلت به على موسم السدر وعندي خلايا موجودة محلية بنفس الكثافة النحلية وأدخل بها موسم السدر، أي خلية ستنتج أكثر؟ خلية النحل المرزوم اللي ما فيها حضنة بالمرة، ولا خلية النحل اللي هي فيها حضنة مغلقة؟ لكن أنا أقصد هنا أيضا الجيش الرعاية الحقلية، يكون في تساوي في الرعاية الحقلية بين هذه الخلية والخلية الثانية. إذا كان هناك في تساوي في الرعاية الحقلية، الخلية المتوازنة التي بها حضنة مفتوحة لكن في حدود المعقول وبها حضنة مغلقة في حدود المعقول هي التي ستجمع عسل أكثر. لو وضعت مقارنة بينها اللي فيها ملكة واللي ما فيها ملكة، أجد الخلية الموجود فيها الملكة هي تجمع عسل أكثر، لأن يكون فيها دوافع أكثر. أبسط الأمور، مثلا نحن البشر، واحد ما عندوش عيال بقول لك أنا ليش أشتغل؟ لو اشتغلت يوم واحد في الأسبوع يكفيني. فإذا دوافع النحل يشتغل ضمن هذه الدوافع، ويجد أن لديه حضنة تحتاج منه رعاية وتحتاج منه تغذية وتحتاج منه أمور، فبالتالي يكون لديه الدوافع أكثر للخروج للحقل، أنه يجلب رحيق أكثر للحقل. فبالتالي لا نضيع شيء على حساب شيء آخر. كل ما هنالك قبل الموسم نبدأ نوجه الطائفة لوين؟ لموسم الفيض، بعمل الحاجز الملكي أو تحييز الملكة عن البيض، سواء كان حاجز ملكي عمودي
3 أقراص أو 4 أقراص، أو كان حاجز ملكي أفقي اللي احنا نستخدم فيها طريقة ديماري لتخفيف الجهد عن الطائفة في وقت موسم الفيض. لأنه بدل ما النحل يتوجه أو الملكة تتوجه للبيض والنحل يتوجه لخدمتها، وهذه الأجيال أو الأقراص الكثيرة من الحضنة المفتوحة تستهلك مني أكبر كمية من الرحيق، فلا، أنا بحدد نسبة الحضنة المفتوحة في الخلية، تكون كلما قل الاستهلاك كلما زاد التخزين، وهكذا وقس على ذلك. حياك الله وبارك الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان، الله يجزيكم الخير جميعا والله يبارك فيكم. طبعا أنا أرسلت لكم هنا ملفين لرحمة الله عليه مهندس أبو أنس النجار، نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. الملفين دولت حوالي يمكن في حدود 8 دقايق 9 دقايق. منهم ملف صوتي عن توجيه الخلايا لموسم الفيض، ومنهم ملف صوتي بيدي نصائح للناس اللي يعني للأسف ساعات بيدخلوا موسم السدرة ويقدموا تغذية باعتقادات ان هو النحل بيفصل التغذية عن الرحيق عن الشغلانة دي. الملفين دولت الله يبارك في عمركم، انا عن نفسي شخصيا بعتبرهم ما شاء الله من الكنوز، كنوز المعلومات. ما هي الكنوز بس مش كلها فلوس، كنوز معلومات. نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يرحمه. واحنا امانة علينا اكيد اي ملف صوتي للراجل دوت يفيد النحال لابد ان احنا ننشره في الوقت المناسب، بالاخص لما بيكون في جدالات في بعض النقط، لانه يعتبر مرجع. يعني يعتبر مرجع الراجل، بعيدا عن هو مهندس ولا استاذ ولا ما شابه ذلك، كان راجل نحال بيشتغل بالخلية بايده، وشوفنا الشيء دوت في فيديوهات كتير. فالشيء دوت لما مثلا واحد نحال زيي او زي اي حد بيستمع لكلامه بيكون واخد الثقة. لان ساعات بنشوف بعض الاخوان يقول لك انت بتتكلم كلام فقط. طبعا الكلام بيكون على اشخاص معينة، انت بتتكلم كلام فقط وما شفناش ليك خلية نحلة، وما شفناش ليك بتربي في نحلة وما شابه ذلك. ليهم اعتقادات معينة ووجهة نظر معينة، كل واحد له وجهة نظر. بس انا اتكلم ان الراجل ده احنا واخدينه بما يرضي الله، الله يرحمه اولا، مرجع لانه كان بيصور من الصندوق او من الخلية في المنحل عنده، ويجي يورينا ويجي ينشر لنا ويجي يتحدث ونيجي نتكلم. ما تأخرش صراحة بما يرضي الله في اي شيء، اي محاضرة، اي شيء، اي سؤال، فالله سبحانه وتعالى يجازيه الجنة يا رب على العمل ده. واي حد اكيد محتفظ بملفات للرجل الطيب ده اكيد بيستفيد بيها، واكيد لما حد بيحتاج لها لابد ان هو يطلعها ينشرها للناس تستفيد منها. واللي عمل اكيد مش هيعمل من النهارده، ده شيء مؤكد. يعني اللي عمل مش هيعمل من النهارده، اللي عمل اكيد كان بيعمل هو الراجل عايش وبيطلب منه مثلا تحدث في مواضيع معينة او اجابات لبعض الاخوان او ما شابه ذلك. عامة ده مش موضوعنا، الله يبارك فيكم. اتمنى ان شاء الله تسمعوا لل8 9 دقايق دولت بتوع المهندس ابو انس رحمة الله عليه، لان بجد معلومات ممتازة، بالاخص مثلا اللي لسه بيبتدي في تربية النحل. لان ساعات بيكون المحترف ما شاء الله بيقول لك انا خلاص غطيت المعلومات اللي عندي، على الرغم مهما الشخص يكبر في العلم ويموت بيكون ما خدش كل حاجة. والله يبارك فيكم يا رب والله يجزيكم الخير، وما ننساش الراجل في الدعاء لان اكيد استفدنا منه كلنا. الله يجزيكم الخير والله يبارك في عمركم، مشكورين شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل أشيل الحضنة المفتوحة وأدعم فيها الخلايا الضعيفة؟ طبعا لا، هذا الإجراء هو تصرف خاطئ، والصحيح أن تدعم الخلايا الضعيفة في إطار حضنة مغلقة على وشك الخروج. والصحيح أيضا ممكن إذا كانت هذه الخلايا الضعيفة لديها حضنة مفتوحة تنقلها للخلايا القوية لإتمام العمل عليها على الوجه المطلوب.
يعني عندي مثلا خلية ضعيفة على 4 إطارات إلى 5 إطارات، وعندي خلية على 10 إطارات، فأقوم بنقل إطار الحضنة المفتوحة بدل الإطار اللي أنا نقلته للخلية هذه الضعيفة، وأقوم باستبدال الإطارات. يعني لما تدعم الخلية الضعيفة في إطار حضنة قريب الخروج، فسرعان ما يفقس هذا النحل ويخدم هذه الملكة ويخدم الخلية في السروح في جلب حبوب اللقاح والرحيق. ولما تدعم الخلايا الضعيفة في إطار حضنة، لا بد أنك أحيانا ممكن أتخلص من كل الإطارات وأترك النحل داخل هذه الخلية حتى يضم ويحتضن هذه الحضنة، يغطيها مع الجانبين. أتمنى أن الفكرة وصلت. والإطارات هذه طبعا ما أرميها، أروح أدعم فيها خلايا قوية لإتمام تغذية اليرقات والتحضير عليها بشكل جيد. وإذا كانت الخلية أضعف من المستوى هذا، ممكن أني أدعمها يعني من كل خلية مثلا بإطار 3 خلايا 4 خلايا 3 إطارات بنحلها، ويكون النحل الحاضن معروف اللي هو صغير السن يتحرك على الإطار، يعني توه خارج من الحضنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال هنا يقول: هل ملكة النحل تتلقح داخل الخلية أو خارجها؟ طبعا الفطرة الربانية اللي ربنا أوحى النحل لها هي أنها تتلقح خارج الخلية أثناء طيرانها. في اليوم الأول تخرج الملكة العذراء للتدريب على الطيران لمدة نصف ساعة، ما تنشر فرمون التزاوج، ما يشعر فيها ذكور النحل ولا يلاحظ وجودها. بعد اليوم الثاني تخرج رحلة طيران، رحلة الزفاف، عند نقطة معينة على ارتفاع معين بناء على قيم الضغط الجوي وسرعة الرياح، تتجه إلى نقطة اسمها نقطة تجمع ذكور النحل، وهي ثابتة، يعني في الغالب تكون ثابتة عبر ملايين السنين في هذا الحيز. يعني السنة هذه في نحل، السنة اللي بعدها ما في نحل، تلقى النحل أن النقطة هذه يجتمع فيها ذكور النحل على الدوم، فيلحق بها بعض الذكور اللي يتمتع ببنية وسن يعني رشد، وأيضا يحمل صفات ومواصفات أفضل من غيره، فيلحق بها يقوم بتلقيحها في الهواء الطلق. طبعا الملكة هذه أثناء رحلة الزفاف تتلقى التلقيح من 10 ذكور إلى 25 وربما 30 ذكر. أحيانا يكون من نفس الخلية أو من الخلايا المجاورة، أو حتى على بعد 25 كيلو، مناحل على بعد 25 كيلو. نذكر المعلومة هذه لأهميتها للأخوان اللي بيلقحون ملكات النحل في المناطق المعزولة من ذكور أو من ذكور عائدة لخلايا منتخبة. بكمل مقطع لاحق. هناك أيضا طريقة تعرف باسم التلقيح الصناعي، هذه تلجأ لها محطات إنتاج الملكات خاصة في أوروبا وفي أستراليا، وفي أيضا ممكن يكون من المحتمل أن يكون في مصر. الدول اللي تصدر النحل بكميات عالية فتطلب عليهم تلقيح صناعي للملكات للتعجيل ولضمان عدم توهان الملكة، لأنه الملكة ممكن يعني يلتقطها طير، ممكن تتوه، تعرض إلى أي عارض سيء، ممكن ما ترجع الخلية. لكن التلقيح الصناعي هو عملية استحلاب السائل المنوي من الحويصلة من ذكر النحل، آلة السفاد من العضو التناسلي من ذكر النحل، وتعبئته في عبوة زجاجية معينة تحت ظروف معينة، وأيضا يتم تلقيح الملكة فيه أو نقله لآلة السفاد في ملكة النحل أو بويضة ملكة النحل. لكن هذه الطريقة هي طريقة تجارية بحتة، لأنه في الطبيعة التلقيح في الهواء الطلق لن يستطيع الظفر في الملكة والتزاوج معها إلا ذكور أقوياء منتخبة، انتخاب طبيعي. إنما الطرق الصناعية فيلجأ النحال الخبير اللي يقوم بالإجراء هذه العملية
يختار ذكور بشكل عشوائي لأنه ما عنده قدرة إما على معرفة الذكور الجيدة لتحمل صفات ومواصفات جيدة، لأن الذكور موجودة في الخلية ولكنها تتفاوت من حيث صفاتها ومواصفاتها ومكتسباتها الوراثية. هذه أيضا من الطرق التلقيح لملكات النحل. وهناك أيضا عدة طرق مثل التلقيح تحت ضوء القمر، يضعون الملكة مع الذكور تحت ظروف أو تحت درجة حرارة منخفضة، وقبيل غروب الشمس يتم استخراج نواة التلقيح على سكة قطار مصغرة جدا، فسبحان الله تخرج للتعجيل من عملية التزاوج. وأيضا هذه طريقة غير جيدة، لكنها تضمن يعني تعطيك ضمانات عالية على عودة الملكات والتلقيح السريع. ممكن يقولوا بعض الأخوان يعني بعض الأشياء اللي أنا شفتها خاصة في عالم العربية تلقيح الملكات داخل القفص، يعني هذه بعض طريقة بدائية حتى وإن حدث تلقيح فيها طريقة غير صحيحة. ربنا سهل هذا الأمر. الأهم أنك تقوم فيه اللي هو عملية قبول هذه الملكة وقبول هذا البيت الملكي لهذه الطائفة. بعدين تحتاج لعمل إداري هي مراقبة هذه الملكة وضمان عودتها لهذه الخلية. هنا ينتهي دورك. مساء الخير يا أبو غسان، حياك الله، بارك الله في الجميع. أبو غسان، في ملاحظة يعني عندما مثلا تضع ملكة في نوية تلقيح وتكون يعني النوية هذه ما فيها ذكور طبعا، فجأة أو اليوم الثاني إلا الخلية ما شاء الله مليانة ذكور، هل الذكور هذه يعني استدل على هذا المكان؟ أتوقع بفرمونات، أتوقع الفرمونات تنشر من البداية، والله أعلم. يعني ما إن يعني توجد يعني عذراء إلا الخلية تكون مليانة. أتمنى من لديه يعني الإجابة الرضوى العلمية السبب فليتفضل، وكذلك أنت يا أبو غسان، بارك الله فيكم. الله يعطيك العافية يا أبو غسان، الله يعافيك والله يبيض وجهك، كثر خيرك وجمل حالك، والله يعافي الجميع وكثر خيركم جميعا. وصلت الفكرة ووصلت المعلومة، الله يرحم والديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أطرح موضوع في المجموعة للنقاش، والموضوع يتعلق بطائر الوروار. ما هي علاقة طائر الوروار بنشاط الملكة؟ إذا أخذنا الهرم البيئي بناء على ترتيب الهرم البيئي يعني لازم يكون فيه تعويض للفاقد. فهل طائر الوروار، فيكم حد لاحظ أن عند ظهور طائر الوروار تقوم الملكات بزيادة نسبة البيض؟ وكذلك فيه موضوع تاني اللي هو مكافحة طائر الوروار. هل في حد استعمل طيور جارحة اللي بسيطة، اللي أسعارها بسيطة وفي متناول الكل، في مكافحة طائر الوروار في محيط المنحل؟ هذين والله دراسات ما استكملت للأسف، يعني للأسف ما استكملتش. وأنا إن شاء الله راجع لأرض الوطن بإذن الله تعالى كلها كم شهر إن شاء الله وحستكملها. بس يا ريت الموضوع يعني مطروح للنقاش علشان استفيد، يعني على الأقل هل فيه حد لاحظ أن عند ظهور الوروار الملكات بتزيد نشاط البيض أو لا؟ وبارك الله فيكم أخواني الأعزاء. يعني نشاط الملك يتوقف على عدة عوامل، ولكن أنا اللي حاب نوصل له ونبي نوصل الفكرة للأخوان الموجودين على الصفحة
يعني أنا عندي خلايا متوازنة ونشاطها معتدل والملكة بتبيض والظروف مناسبة، هل ظهور الوروار يزيد؟ يعني في حد لاحظ زيادة نشاط الملكة لتعويض الفاقد أو لا؟ يعني السؤال واضح على ما أعتقد، يعني ممكن اللهجة أو ما فيش حد فهمني، مش عارف يعني. ومكافحة طائر الوروار، بارك الله في من تفاعل وجاوب. خليني من الطرق المعروفة في مكافحة الوروار، هل في حد استعمل أحد الطيور الجارحة في محيط المنحل لمكافحة الوروار؟ يعني السؤالين واضحين فمطروحين للنقاش. يعني أكيد أن نشاط الملكة يتوقف عليه عدة عوامل. لو توفرت العوامل والخلايا نشطة والأمور ممتازة وظهر الوروار، هل الملكة تزيد من نشاطها أو توقف نشاطها؟